انا ما بقتش طايقه ومستني اشوفه وهو مسجل على مدفع وملفوف في ورق البفر. ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ اهلا بيكم في مراجعه الحلقه الرابعه من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون الجزء الثاني واللي بعنوان رقصه التنانين. ومبدئيا كده الحلقه كانت قويه واقوى فعلا من الثلاث حلقات اللي فاتوا، خصوصا الحلقه الثالثه اللي كانت مخيبه للامال جدا. الحلقه الرابعه قوتها مش بس علشان القتال اللي حصل بين التنانين اللي ظهر فيها، قوتها ان في تحركات حقيقيه من ايموند وديمون، تحركات بتترجم نواياهم فعلا. ايموند ومن غير ولا كلمه يا بيه هو فضل مدكن لحد ما جات له الفرصه، وهوب فين يوجعك. وديمون نواياه بتظهر في الاحلام اللي عمال يشوفها، وهنفهم في خلال الفيديو ده انا بتكلم عن ايه بالظبط لما نقعد ونفصص الحلقه كده. لايك وسبسكرايب بقى يا جماعه، ويلا بينا على مراجعه الحلقه الرابعه من الموسم الثاني من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون. طيب، بتبدأ الحلقة الرابعة بحلم ديمون اللي بيشوف فيه رينيرا وهي صغيرة، حلم ورا حلم عمال بتفهم منه مجنون نفس ديمون. بيحب رينيرا لكن مش أكتر من نفسه، بيحارب علشانها لكن شايف إنه أحق إنه يبقى الملك بعد أخوه، ومتضايق جدا من اختيار أخوه فيسيريس لبنته رينيرا إنها تبقى وريثة عرشه. وده بيتوج في لحظة انفعالية من ديمون لما بيقطع راس رينيرا في الحلم، وبتقول له بعدها وهي راسها مقطوعة إن دايما كان نفسك تعمل كده. نوايا ديمون بتهاجمه في أحلامه، واللي أعتقد إن البنت دي السبب ورا كل الأحلام اللي بيحلمها ديمون. بتحط له حاجة تقريبا في المشروب بتاعه بتخليه هلوس زي ما حصل في الاجتماع بعد كده، مش مهم بعدين هنعرف أكتر. ونروح بعد كده رينيس لما راحت لجوزها كورلس المينا وشافت الشاب ده اللي عرفت إن ده الشخص اللي أنقذ جوزها من الغرق، لكنها بتبدأ تشبه عليه وتتكلم عن أمه. ونعرف منها بعد كده وهي بيتكلم كورلس إنها تعرف حقيقة الولد ده، واللي بشكل كبير هيكون الواد ده ابن الكورلس من علاقة هو كان مخبيها. فده بقى ممكن يبقى له استخدام قدام، يمكن يركب سموك ولا حاجة بدل التنين ما قاعد مقضي وقته كده كلها اوقات فراغ. بعد كده بنروح لمشهد سريع لأليسنت اللي كانت طالبة المشروب اللي بيسبب الإجهاض ده، وطبعا ده بسبب اللعب الكتير مع كريستين كول، وبالتأكيد ده لعب شمال. هل بقى كريستين كول هيعرف باللي عملته انها اجهضت نفسها فيحس بالحسره شويه، ولا هيفضل ينط لي كل كام مشهد ويقول لي كلام فارغ وخلاص؟ انا ما بقتش طايقه ومستني اشوفه وهو مسجل على مدفع وملفوف في ورق البفر. ونروح لفريق رينيرا تاني ونشوف انعقاد المجلس اللي معظمه عرر اصلا وشخصياتهم مكتوبه بشكل يعصب. بنشوف في الوقت ده التخبط الكبير اللي فيه المجلس بسبب ابتعاد ديمون واختفاء رينيرا بشكل مفاجئ، وده اللي عرفناه من الحلقه اللي فاتت انها راحت لكينجز لاندنج عشان تعمل محاوله في اقناع أليسنت بالعدول عن الحرب. وكلنا طبعا شفنا الحوار بينهم قد ايه كان ركيك وتافه وممل وملوش لازمه. بس اهو بترجع رينيرا وبتعرف المجلس وخصوصا ابنها اللي بدأ يظهر كده في الصوره وشكله يبقى له اهميه قريب في سير الاحداث، بتعرفهم انها كانت في كينجز لاندنج عشان تعمل كل اللي عليها لحقن الدم اللي هيسال بسبب الحرب. وبما ان ما بقاش قدامها اي حل تاني فلازم تخلي كل جيشها يستعد بكل قوته علشان الحرب اللي مش هتنتهي الا بانتصارها او موتها، مفيش حل تاني. وساعتها بتعرف ان كريستين كول بدأ في مهاجمة القلاع وجيشه عمال يكبر فعلا، فبتقرر تروح وتهاجمه، لكن بيحصل اعتراض على كلامها لان اهم واحدة في الجانب ده لو ماتت فالقضية كلها انتهت. وهنا بتتدخل رينيس وتقول لها انها هتروح هي وتنينها ميليز علشان تواجه غطرسة كريستيان كول. وفي نفس الوقت بنشوف اجتماع المجلس الاخر في كينجز لاندنج، ايجون اللي ظهر قدام المجلس كله بشكل متخبط، وايموند اللي واثق جدا في كلامه وتحركاته حتى لما بيعرف ايجون اخوه انه مخطط هو وكريستيان كول اللي هيحصل، لان كريستيان كول بيبعت له رساله عن طريق الغربان عشان يعرفه كل تحركاته العسكريه ويتفقوا على الخطط اللي هيتم تنفيذها على الارض. حركه فيها تحدي واضح لايجون ايموند، وانك شرابة خرج يالا فاقعد على جنب بالبلدي كده. وهنشوف في اخر الحلقه ان ده كان مقصود جدا من ايموند عشان يستفز ايجون ويحسسه بالتهميش قدام المجلس كله، وهنعرف ليه قدام. بعدها بنروح للطاهره الحاجه أليسنت وهي قاعده مع الداهيه لاريس وبيسالها عن الكتب والمخطوطات اللي عماله تقراها، فبتقول له انها عندها دلوقتي اهتمام شديد بمعرفه المكتوب ده، وده اللي قلناه من الحلقه اللي فاتت. أليسنت من وقت عزل ابوها اوتو هيطور، واللي بالمناسبه انا فعلا مفتقد دهائه وحنكته السياسيه، وهي بقت مهمشه جدا من ولادها
فالمقابله مع رينيرا وان كان ما كانش لها لازمه في سير الاحداث، بقت بتدور في الكتب على كلام مشابه لكلام رينيرا، حلم ايجون الفاتح اللي جوزها كان قارف رينيرا بيه، واغنيه الجليد والنار. ولما ما بتلاقيش حاجه في الكتب اللي قدامها بتروح وتدور على باقي الكتب، لكن ما بتلاقيهاش، وبتقابل ايجون في نفس اللحظه وبتعرف منه انه امر انه يشيل الكتب دي، فبتبدا تلومه على فعلته، لكن طريقتها واسلوبها كان فيهم استحقار لابنها، وكأن لسان حالها بيقول انك لا ملك ولا نيلة، وممكن تبقى اكبر خدعه وبسبب اللبس اللي حصل هتقوم حرب هتودي ويستروس كلها في داهيه، وبتلومه بالفعل على عزله لجده وهو مساعده اوتو هيطور، وبتعايره كمان انها قدرت في خلال فتره تعب فيسيريس انها تحكم الجميع بدون اي اخطاء بسبب اوتو هيطور ودهائه السياسي. ايجون كده خد الطريحه من اخوه قدام المجلس كله، وخد الطريحه من امه كمان، وبقى مستفز بشكل كامل، وده هيدفعه انه ياخد تنين وسانفاير ويروح للمعركه بنفسه في لحظه تهور كامل منه هيدفع ثمنها بعد وقت قليل قوي. وفي نفس الوقت رينيس بتروح لتنينتها ميليز تاخدها وتروح لمواجهه كريستيان كول والجيش اللي معاه. وهنا تبدا افضل اجزاء الحلقه طبعا، تشتغل مقطوعه موسيقيه جميله جدا وقادره تخلي الواحد ينغمس بالكامل في المشاهد اللي بيشوفها. رينيرا بتاخد ابنها جيسيريس وبتعرفه اهم حاجه لازم يعرفها، حلم ايجون الفاتح، بتعرفه اغنيه الجليد والنار. رينيس بتوصل لجيش ايجون بقياده كريستيان كول وبتبدا تحرق الجنود بالفعل. وهنا بقى تيجي الخطه اللي حطها ايموند وكريستيان كول، والخطه هي ان التقدم اللي هيعمله الجيش بقياده كريستيان كول هيكون في ميعاد مغاير للميعاد اللي دايما بيغيروا فيه على اي قلعه، وهتكون كمان قلعه قريبه جدا من مكان تواجد رينيرا عشان يستفزوا رينيرا بالشكل اللي يخليها ترد بمهاجمتهم بتنين او اتنين. وهنا بقى يظهر ايموند بتنينه الضخم والعملاق الوحش فيجار، كان صياده يا باشا، لكن يظهر في نفس الوقت ايجون وتنينه سانفاير. وهنا هنرجع لوقت لما ايموند استفز ايجون في المجلس الاخير، كان عارف انه هيتحرك تحرك اهوج وهيجي بتنين وسانفاير المعركه اللي ايموند وكريستيان كول متفقين انها تكون مصيده لتنين او اتنين من فريق رينيرا. ايموند لوحده اشتغل على كسر ايجون في المجلس عشان يستفزه انه يجي المصيده دي هو كمان بتنينه، علشان تظهر هنا نوايا ايموند. رينيس بتنينها ميلز وايجون بتنينه سانفاير بيقطعوا في بعض، وطبيعي تبقى الغلبه الميلز بحكم خبرتها وقوتها وحجمها قصاد تنين ايجون. فيظهر ايموند وتنينه فيجار، ولوهله كده ايجون بيحمد ربنا ان اخوه وصل، لكن في ثانيه بيترعب لما بيشوف ان اخوه امر تنينه فيجار بنفس نيرانه داركاليس. فيجار بالفعل بيحرق سانفاير وبيحرق ميلز، لكن لصغر حجم سانفاير بيقع بسرعه هو وايجون في الغابه، وتتبقى رينيس وتنينها ميلز اللي بتكون مرعوبه من فيجار، لكنها بتتقدم بشجاعه هي وتنينها لمحاوله مواجهه فيجار وايموند. مشاهد ممتعه جدا شفتها في الوقت ده بصراحه، لكن ومع صمود رينيس وتنينها قصاد قوه وجبروت فيجار طبيعي تنتهي المعركه بانتصاره وتموت رينيس الملكه التي لم تتوج، وتموت تنينتها ميلز. وفي اللحظه دي بنشوف استيقاظ كريستيان كول من الاغماء اللي حصل له في المعركه، بيفوق وكل هدفه يطمن على ايجون، فبيجري على الغابه عشان يشوف حصل له ايه. وساعتها بيشوف ايموند وهو رايح على مكان وقوع اخوه ايجون، بس ركزوا كده، ايموند رايح على مكان وقوع سانفاير باخوه ايجون وهو شاهر سلاحه، او كما نقول بالعاميه المصريه يا سيدي رافع سلاحه. يعني ايموند رايح يطمن ان اخوه مات عشان يغتصب هو منصبه كملك من بعده، ولو ما كانش لا مات كان هيقتله بسيفه. في اللحظه دي بينادي عليه كريستيان كول، لكن ايموند بيكون اطمن ان ايجون مات فبينزل سيفه ويمشي، وتنتهي الحلقه بصدمه كريستيان كول بموت ايجون وتنينه سانفاير. حلقه جامده تستحق بصراحه ان الواحد كان ينتظرها، ومستني في باقي الحلقات بقى تحرك من عم ديمون من شهر الغيبوبه اللي هو عايش فيه في القلعه ده، وانتقام رينيرا وموت رينيس. انا مستني مدعكه بصراحه. وبس كده، ده كان تحليلي ومناقشتي للحلقه الرابعه من الموسم الثاني من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون، واللي كانت بعنوان رقصة التنانين. لايك وسبسكرايب بقى يا شباب عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل. وبس كده، سلام.